حضرتك ايه في موقف حزب الوفد وان هو بيقول ان العمليه الانتخابيه فيها تدخلات من بعض الجهات في الدوله؟ حضرتك دايما بتطلع وبتشيد بمواقف حزب الوفد ومواقفه اللي كانت دايما مع ثوره 30 يونيو. السياسة متغير وليست ثابت، فمن الممكن أن أشيد بحزب الوفد اليوم وأهاجمه غدا، لأن هذا هو حزب سياسي وله مواقفه السياسية المختلفة. فحول الأمر الذي عرضته، فأنا طبعا ضد حزب الوفد وضد كل التصريحات التي أعلنها حزب الوفد، وما يقوله حزب الوفد إنما هو نتيجة عدم قدرته على تقديم قوائم في الانتخابات البرلمانية القادمة. لأن يعني احنا مش عايزين نكذب على بعض. ما هي الجمعية العمومية لحزب الوفد؟ عددها كام؟ عددها حوالي 4200 واحد، وهو تقريبا دي أكبر جمعية عمومية. فكيف لحزب في جمعيته العمومية 4200 واحد أن يستطيع أن يقدم قائمة فيها 120 عضو في 4 مناطق جغرافية؟ فإحنا مش عايزين الانفصال عن الواقع. الانفصال عن الواقع ده خطير جدا وبيؤدي إلى إحداث الفتن. الواقع أن حزب الوفد لا يستطيع أن يقدم قوائم، وهذا واضح من خلال جمعيته العمومية. فيا ريت حزب الوفد يتمسك بمثل فلاحي قوي. احنا قاعدين هنا في الريف بيقول لك مد لحافك على قد رجليك، فيرشح على المقاعد اللي يقدر يرشح عليها بالنظام الفردي.